أهلا بيكم. ده بودكاست بسيطة، المكان اللي بنقف فيه لحظة بعيد عن دوشة الدنيا، وببساطة هنقرب من مشاعرنا من غير توتر ولا ضغط، لأن كل شعور صعب جوه رسالة وجانب إيجابي إحنا مش شايفينه. أنا نور رجب، معلقة صوتية، وظيفتي إني أحول الكلمات المكتوبة لصورة من الخيال جوه فكر اللي بيسمعني، وحبيت أستخدم صوتي عشان أوصل رسالتي، عشان نشوف الدنيا بشكل أجمل، وده من فهمنا لمشاعرنا صح. والمشاعر اللي بنسميها سلبية هنحولها لطاقة تساعدنا مش تعطلنا. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. أنت مش محور الكون. في منا كتير بيعانوا من مشاعر بتأثر عليهم بشكل سلبي. الأشخاص اللي عندهم خجل واللي عندهم رهاب اجتماعي فاكرين إن الناس كلها مركزة معاهم وإنهم محور الكون والأنظار كلها عليهم. الأشخاص دول نوعين. النوع الأول شخص بيخاف يطلع قدام الكاميرا أو يروح فرح لأنه فاكر إن عنده مشكلة في شكله مثلا، وإن الناس هتركز في المشكلة دي. وشخص تاني ممكن يقول كلمة مش محسوبة بين الناس فيتحرج جدا ويتجنب إنه يقابل الناس اللي سمعوه في أي مكان تاني لأنه فاكر إنهم لسه فاكرين الغلطة دي. ومن ناحية تانية نفس الشخص ده لو عمل أي عمل مميز هيفكر إن الناس كلها هتاخد بالها وهيعجبوا بيه ويهنوا عليه، ولو ده ما حصلش بيحس بإحباط شديد وخذلان. لو اتكلمنا من وجهة نظر نفسية، في مصطلح نفسي اسمه Spotlight Effect أو تأثير بقعة الضوء. تأثير بقعة الضوء بيقول إن إحنا أحياناً بنتوهم إن الناس مركزين معانا ومراقبين كل تصرفاتنا وبيقيموها باستمرار، وكأن في كشاف متسلط علينا وبيبين عيوبنا وتفاصيلنا وكشفها لكل الناس. انت بتتوهم ان حياتك متراقبة، ومشكلة الوهم ده انك بتقتنع ان رأي الناس فيك هو اهم شيء في حياتك. خلي بالك، انت مش محور الكون، والناس عندها اللي مكفيها من الاهتمامات والهموم اللي يخليهم ما يركزوش معاك ولا مع غيرك. دكتور وائل أمين استشاري الطب النفسي بيقول: أخطائك سرعان ما تنسى، وإنجازاتك سرعان ما يتم المرور عليها، فاطمن وخليك مرتاح للفكرة دي. النوع التاني بقى هو شخص بيتوتر ويقلق من أي حاجة تخرج بره سيطرته، وعشان كده بيخسر ناس كتير بشكل أسرع وأكبر من غيره. فاكر إن الأمور لما ما تمشيش زي ما هو عايز تبقى غلط، ولازم يكون مسيطر على كل حاجة بشكل كامل. ببساطة سيب الأمور على طبيعتها، ما تحاولش تسيطر زيادة عن اللزوم، عشان مش كل حاجة هتستحمل قبضة التحكم بتاعتك، ومستحيل تقدر تعرف مقدار كل حاجة، ومش مطلوب منك أصلاً تسيطر على كل حاجة. دي هلكة وإجهاد نفسي واستنزاف لطاقتك وطاقة اللي حواليك. انت مش مسؤول عن الكون، ولا انت محور الكون، ولا الكون هيمشي على مزاجك ولا حتى الناس. فسيب الأمور على طبيعتها عشان تفضل وسط الناس اللي بتحبك. غير كده هتعيش وحيد وبرضه مش هتعرف تتحكم في الكون. لو الكون مش بيلف حواليك فده مش معناه إنك مش مهم، بالعكس، ده معناه إنك إنسان عادي وسط ملايين زيك. كل لحظة خجل، كل موقف فقدت فيه السيطرة، ده دليل إنك عايش وبتتعلم، مش دليل إنك أقل أو مش كفاية. فبدل ما تقسى على نفسك ومستني تقدير من الناس، جرب تكون انت أول حد يطبطب عليها. لو الكلام ده لمس حاجة جواكم، لو حسيتوا إن في مشاعر كنتم محتاجين تسمعوها من زمان، تابعوا بودكاست بسيطة وساعدونا نوصل لناس محتاجة تسمع الكلام ده زينا. رحلتنا لسه في أولها، رحلة تصالح، فهم، هدوء، رحلة نرجع فيها لنفسنا. وافتكر دايما إنك تحب نفسك، لأنها تستاهل إنها تتحب.